السلام عليكم. اليوم سأتطرق إلى قصة غريبة، وهي قصة قلعة ألموت الخطيرة. فما هو سرها؟ ومن هم الحشاشون الذين تم تصنيفهم كأخطر طائفة في التاريخ؟ ومن هو حسن الصباح؟ ترجع قصة هذا التنظيم إلى مئات السنين، إلى وقت سبق ظهور الحروب الصليبية بقليل. كانت المهمة التي كلف بها أفراد هذا التنظيم السري هي القيام بعمليات اغتيال إجرامية ضد كل من يقف في طريقهم. الحشاشون كانوا ينتمون بالأساس إلى طائفة من طوائف الشيعة، وهي الطائفة الإسماعيلية النزرية. هذه الطائفة الباطنية انفصلت عن العبيديين أي الفاطميين الذين كانوا أيضا من الشيعة الإسماعيلية، وذلك في أواخر القرن الخامس الهجري الموافق ل11 الميلادي. وتؤمن هذه الطائفة بأن كلمات القرآن لها تفسير باطني يختلف عن المعنى الحرفي المفهوم، لذلك فقد كانت لهم تفسيرات غريبة لمفردات القرآن الكريم تشبه الشفرات السرية التي يحددها شيخ الطائفة. ترى من هو شيخهم؟ وكيف تأسست هذه الطائفة؟ يعود تأسيسها إلى أحد أخطر المجرمين في التاريخ، ويدعى الحسن الصباح. ولد بالري عام 430 هجرية و1037 ميلادية. بعض المؤرخين ذكروا أنه ولد في قم، معقل الشيعة الاثني عشرية، حيث نشأ في بيئة اثني عشرية، ثم انتقل إلى الري في عمره 17 سنة، وكانت مركز الطائفة الإسماعيلية، فبدأ البحث في هذا المذهب والتعمق فيه، وظل على ذلك المذهب، وبدأ يتنقل من بلد إلى بلد، من الري إلى أصفهان، ثم أذربيجان، ثم ميرفارقين، ثم إلى فلسطين، ثم إلى مصر في عام 471 هجرية 1078 ميلادية. وظل بها 3 سنوات حتى اختلف مع بدر الجمالي فسجنه، ثم طرده من مصر، فذهب إلى بغداد ثم أصفهان في عام 1081 ميلادي. وظل يتنقل داخل إيران مدة 9 سنوات حتى استقر في إقليم الديلم مدة 3 سنوات يدعو إلى مذهبه، حتى اكتشف أمره الوزير نظام الملك وأمر باعتقاله، ولكنه هرب إلى قزوين. فظل يبحث عن مكان يستطيع نشر دعوته منه دون خوف من هجوم أو محاربة، والهروب من السلاجقة. وظل يبحث حتى وجد هذا المكان المرعب أخيرا، وهو قلعة ألموت. فما سر هذا المكان؟ قلعة ألموت هي قلعة حصينة، وتقع بوسط جبال البرز أو جبال الديلم في بلاد فارس إيران حاليا، جنوب بحر قزوين، ويبعد حوالي 100 كيلومتر عن العاصمة طهران، وتقع فوق صخرة عالية على ارتفاع 2100 متر، وبنيت بطريقة أن لا يكون لها إلا طريق واحد ويصل إليها ويلف على منحدر مصطنع، لذلك لا أحد يستطيع الهجوم عليها بسهولة، وأي هجوم قد يفشل في أسرع وقت. وقد سميت القلعة بقلعة ألموت، وهي تعني وكر العقرب. وقد استولى عليها الحسن الصباح ليحولها إلى مركز تدريب لأتباعه الذين كان يسيطر عليهم بواسطة نبات القنب الهندي المعروف بالحشيش، لذلك سموا بالحشاشين. ذكر الرحالة الإيطالي الشهير ماركو بولو الذي جاب بلاد آسيا في أواخر القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر ميلادي قصة مخيفة عن تنظيم الحشاشين، وكيف كان قائدهم الذي أطلق عليه لقب شيخ الجبل يقوم بالسيطرة عليهم. وقد كتب ماركو بولو يصف مقر الحشاشين السري
المعروف بقلعة آلموت كانت فيها حديقة كبيرة مليئة بأشجار الفاكهة، وفيها قصور وجداول تفيض بالخمر واللبن والعسل والماء، وبنات جميلات يغنين ويرقصن ويعزفن الموسيقى، حتى يوهم شيخ الجبل لأتباعه أن تلك الحديقة هي الجنة، وقد كان ممنوعا على أي فرد أن يدخلها، وكان دخولها مقصورا فقط على من تقرر أنهم سينضمون لجماعة الحشاشين. كان شيخ الجبل يدخلهم في مجموعات، ثم يشربهم مخدر الحشيش، ثم يتركهم نياما، ثم بعد ذلك كان يأمر بأن يحملوا ويوضعوا في الحديقة، وعندما يستيقظون فإنهم سوف يعتقدون بأنهم قد ذهبوا إلى الجنة. وبعدما يشبعون شهواتهم من المباهج كان يتم تخديرهم مرة أخرى، ثم يخرجون من الحدائق ويتم إرسالهم عند شيخ الجبل، فيركعون أمامه، ثم يسألهم من أين أتوا، فيردون من الجنة. بعدها يرسلهم الشيخ ليغتالوا الأشخاص المطلوبين، ويعدهم أنهم إذا نجحوا في مهماتهم فإنه سوف يعيدهم إلى الجنة مرة أخرى، وإذا قتلوا أثناء تأدية مهماتهم فسوف تأتي إليهم ملائكة تأخذهم إلى الجنة. وبذلك استطاع قادة الحشاشين السيطرة على أتباعهم وتحويلهم إلى آلات قتل بشرية مخيفة، لدرجة أنه لو أمر أحدهم بأن يقتل نفسه لفعل ذلك. فاستطاع الحشاشون بهذه الكتيبة المخيفة من القتلة أن يغتالوا كل من يعترض طريقهم من مسلمين وغير مسلمين، فسقط ضحية لهم كثير من الشخصيات العليا في الأمة الإسلامية. فكان أول ضحاياهم هو الوزير الفارسي للدولة السلجوقية نظام الملك الطوسي، والذي كان يعد أحد أشهر الوزراء في تاريخ الأمة الإسلامية. ثم تتالت عمليات الاغتيال التي كان يقوم بها الحشاشون، وكان كثير منهم يقوم بقتل نفسه بعد أن ينجح في عمليته الإجرامية، وبذلك تمكنوا من اغتيال شخصيات كبيرة للغاية. كان على رأسهم رأس الخلافة الإسلامية شخصيا الخليفة العباسي المسترشد. وقد تمكن التنظيم السري لهذا التنظيم الخطير من التغلغل في داخل أروقة الحكم، حتى إن أحد الحراس الشخصيين للقائد صلاح الدين الأيوبي كان منتميا لتنظيم الحشاشين السري، وتعرض صلاح الدين إلى أكثر من محاولة اغتيال، لكن الله نجاه من أيديهم. كما أنه لم يسلم منهم قادة الصليبيين أيضا، فقد قاموا بقتل الكثير من القادة الصليبيين أيضا. ومن هنا بدأت أوروبا تطلق عليهم لقب أساسين للدلالة على عمليات الاغتيال والقتل السري، وظلوا على ذلك زمنا كبيرا حتى جاء عصر المغول في فترة هولاكو خان. لقد تم إنهاء وجود تنظيم الحشاشين مع تدمير مقرهم من قبل القائد المغولي هولاكو خان في منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. فقبل غزوه لبغداد قام هولاكو بتدمير قلعة آلموت عام 1256 ميلادية وتشتيت شمل الحشاشين، وذلك لكونهم عقبة في طريق هولاكو. فقد كان الحشاشون مثل المرتزقة يدفع لهم لتنفيذ عمليات الاغتيال، أي مثل القتلة المستأجرين. لذلك خاف هولاكو على نفسه وجيشه من وجودهم خلف ظهره في دخول بغداد، فأمر جنوده بأن يتسلقوا القلعة ويسيطروا عليها ويخرجوا من بداخلها. هرب الكثير منهم إلى بلاد الشام، وظلوا على هذه الطريق مدة من الزمن أيضا، حتى قضى عليهم الظاهر بيبرس قائد المماليك في مصر والشام، وخلص الأرض من شرهم. إلى اللقاء، دمتم بخير.